سلام يا صبايا، يا رب تكونوا بخير وانتم بتحضروني. كيفكم؟ اشتقت لكم كثير. اليوم جايبت لكم معاي كيكة الأناناس المقلوبة. أي نعم، مش أنا أول وحدة بعملها ولا اختراعي أبدا، بس أنا بعملها بطريقة كثير هيك ناجحة. حادلكم على الطريقة بحيث انكم تكرملوا الجوانب، يعني أنا بميز حالي فيها بهالنقطة. تمام. هلا انا بعرف ناس كتير وبشوف ناس كتير بيعملوها لكيكة الاناناس، بتطلع معهم شوي ناشفة. او مثلا الجوانب كلها بيضة ومن فوق بتكون لون تاني وقلبها بيكون مغمق. لا، كله حنمشي مع بعض، حعرفكم بالضبط كيف انا بتصرف، كيف بكرمل الجوانب، كيف تطلع معكم بيضة بيضة من جوا. هلا حكي لكم السر برضو. وبس شايفين، ولا أطيب يا صبايا ولا أروع، وهلأ خصوص الدنيا شتاء، من الكيكات المفضلة كتير. يلا ناخد مع بعض المقادير. أول شي إحنا عنا أناناس، العلب الجاهزة. ما بزبط صبايا إنكم تجيبوا الحب، تمام، وتقطعوه انتو أبدا. عنا كوبين معياري من الطحين، معلقتين صغار من الفانيلا، معلقتين صغار من البيكنج باودر، عنا معلقتين كبار من الزبدة، عنا تلت كوب من الزيت النباتي، عنا 12 معلقة من السكر، عنا كوب حليب دافي، ما يكون كتير بارد، هو معياري، تمام. وعنا مية الأناناس، مو تشربوها، خلوها بدنا إياها. هلا ححط الصينية. شايفين أنا مستخدم الصواني العادية، تمام. لا حنستخدم تيفال، لا حنستخدم أي صواني من المطلية هاي، أبدا مش حنستخدمها. حنحط أول 6 معالق من السكر بالصينية على الغاز على نار وسط، تمام. نتركها لحتى تتكرمل تماما، ما حنحركه. ولو حبيتوا تحركوه بمعلقة خشب، بالمعلقة الحديد حيمسك السكر فيها، فمش لطيف ابدا. هلا اول ما داب مع السكر بحركه شوي بالمعلقة الخشب، بس اتأكد انه كليات السكر دايب. حضيف على طول، بطفي الغاز وبضيف معلقتين من الزبدة. بترك الزبدة لحتى تدوب. بعدين بجيب فرشاي وبدهن كليات الجوانب من الزبدة والسكر اللي موجودين بالصينية، تمام. هيك أنا بكرمل الجوانب. هي أول خطوة خلصنا منها. كرملت الجوانب بتكون بهاي الطريقة. حناخد من الزبدة والسكر وندهن كليات الجوانب، تمام. برضو أكيد عشان ما تلزق الكيكة بالصينية، تمام. حنضيف الأناناس بهذه الطريقة. وهلا حنبلش نعمل الكيكه. طبعا الغاز مطفي وشلتها على جنب. حنحط البيض. انا حاخد 3 بيضات صبايا. دايما البيض في بيضه بيضه افضل لكم. تمام. حضيف الفانيلا على طول فوق البيض. حنضيف تلت كوب من الزيت النباتي وحبلش اخفق فيهم. حنخفق على سرعه عاليه، تمام. وحنستمر بالخفق كتير، يعني ما يقارب من 5 ل7 دقايق. اول ما بتبلش تطلع عندكم الرغوه حنضيف السكر ونكمل بالخفق. حنضلنا نخفق في البيض صبايا والسكر والزيت والفانيلا لما الخليط يصير معاكم لونه ابيض، ابيض تماما، او بيج يعني. بس شايفين، وانا ما حبيت اني اقصر الفيديو اكتر من هيك، عشان انا بدي تشوفوا كيف انا عم بخلط فيه بتغير لونه. انا بس سرعت الفيديو شوي عشان بس انا كتير حابة تشوفوا هاي النقطة. هذه واحدة من النقاط اللي بتخلي الكيكة بيضة من جوا. يعني ابدا لا فانيلا لا ملح لا هاي الشغلات اللي بسمعها ابدا. شايفين الخليط كتير تكاثف معي. هلا حنضيف الحليب الدافي، دافي صبايا، تمام. مش حنحطه بارد. وبكمل خفق. طبعا واحدة من أسرار نجاح الكيك هو إنك تخفق البيض كتير منيح. هلا لو مش متوفر عندكم الخلاط اليدوي اللي زي اللي أنا استخدمته، فيكم تستخدموا خلاط الكوكتيل اللي هو خلاط الشعف. هلا حنضيف 2 كوب معياري. شايفين انا هذا الكوب المعياري اللي استخدمته من الطحين. شايفين هاي الكاسة اللي انا حطيت فيها الحليب، هذه نفس مقاس الكوب المعياري. يعني انا قست الطحين بنفس هاي الكاسة، اجت بالضبط تماما. يعني لو مش موجود عندكم هاي الاكواب المعيارية، فيكم تستخدموا هذا الكوب كمعيار لصينية مقاس 26 صبايا. هلا حطيت معلقتين صغار من البيكنج باودر،
تمام. وهلأ بكمل خفق. هلأ برضو من أسباب نجاح الكيك إنها تضلها مرتفعة وبيضة من جوا، أول ما بتنخلي الطحين تخلطيه بس مجرد دقيقة واحدة، لا أكتر ولا أقل، بالخلاط اليدوي. بعدين حنوقف خفق، وحنكمل بالسباتيولا بالمعلقة الخشب بالموجودة عندك من فوق لتحت، بس لنتأكد إنه كليات المكونات اندمجت مع بعضها. ما حنبالغ بخلط الطحين مع البيض والمكونات، لا ابدا، خلاص. حتهبط الكيكه وحتعجن لكم اياها. على فكره، واحدة من أسباب اللي بتخلي الكيكة تعجن هو إنه بتخفق الطحين مع البيض كتير. مجرد دقيقة واحدة وكملوا بالسباتيولا. هلا حضيف خليط الكيك على الأناناس والسكر المكرمل والزبدة. شايفين صبايا؟ ولا أطيب ولا أروع. حندخله على الفرن على درجة حرارة 180، فرن محمى مسبقا. على الرف الثاني من تحت. أنا بكيكة الزبادي شرحت لكم بالضبط كيف المفروض إنه الغاز يكون، كيف درجة حرارته. ومع هيك درجة حرارة 180 يعني نار كتير هادية. بمجرد كيف ما انت توطي الغاز على الوسط، يعني مش على الاخر ومش على العالي، كيف احنا بنوطي الغاز على الوسط هيك، يعني 180. حتضبط الفرن على درجة هادية، هذا للناس اللي افرانها مو مرقمة طبعا. تمام. بعد ما طلعت من الفرن، اول شي بطفي الفرن وبتركها 10 دقايق، بعدين بطلعها من الفرن. ما حنطلعها على طول، بنتركها لتاخد من تقل درجة حرارتها، بعدين بنطلعها. شايفين انا قلبتها هلا على طول وهي لسه دافية. طبعا بتركها برا 10 دقايق، بعدين بقلبها. ما بتركها تبرد كتير. بشربها من مية الأناناس. شفت ليش قلت لكم ما تشربوها؟ بدنا إياها لأنه هذا برضو اللي بيميز كيكتي. أنا بعرف ناس كتير ما بتسقي الكيكة بمية الأناناس، بس لما تسقوها صبايا كتير أطيب وطعمها بيختلف تماما. وعن جد عن جد رح تدعولي. شوفوا الجوانب كيف مكرملة عندي، شوفوا ارتفاع الكيكة. يعني يا صبايا ولا أطيب ولا أروع. بإذن الله إنها رح تنجح معاكم من أول مرة رح تعملوها. يعني بس امشوا على كل الخطوات اللي أنا حكيت لكم إياها رجاء. اهتموا بالفرن درجة حرارته ما تكون كتير عالية. واهتموا بإنكم تخفوا الكيكة مثل ما أنا مشيت بالضبط. تمام. بس بدي أفرجيكم قلبها قديش أبيض من جوا. شايفين؟ يعني انا لا استخدمت خل ابيض ولا استخدمت اي شيء تاني من اللي بسمعه كتير بيقولوا انه بيخلي الكيكه تكون بيضة من جوا. ابدا. تمام. بس يا صبايا هلا حندخلها على الثلاجة اقل شيء ساعتين لحتى تبرد تماما. هي ابدا مو طيبة سخنة. وبس. صبايا انا حترك لكم رابط جروبي تحت بصندوق الوصف، وحترك لكم برضو رابط كيكة العلبة. شوفوها وطبقوها برضو كتير طيبة. وبس هيك بكون خلص معنا الفيديو لليوم. بشوفكم ان شاء الله على خير بفيديو كتير كتير قريب، وباي باي.